صالح نادي الصفاء. كرات منتظرة والعرضية تصل إلى سليمان وخطيرة. كمارة يسجل أولى أهداف الصفاء في هذه المباراة. كرة عرضية تصل إلى كمارة اللي يسجل الهدف الأول لنادي الصفاء في هذه المباراة. نادي الصفاء بقيادة المدرب حسين طحان اللي نجح في تسيير المباراة كيفما أراد في هذا الشوط. الاستحواذ كان لصالح العربي. شوف العرضية بتلعب الكرة الطويلة إلى كمارة والراسية في مرمى سليمان عبد الغفور. شيء في نهاية الشوط الأول، الدقيقة الأخيرة من أحداث الشوط الأول. ركلة حرة مباشرة لصالح نادي الصفاء، يلعبها كارتر، بيحاول فيها سليمان عبد الغفور، وللأسف الهدف الثاني لصالح نادي الصفاء عن طريق حسن مهنا. حسن مهنا ينجح في استغلال خطأ الحارس سليمان عبد الغفور ويسجل الهدف الثاني لصالح نادي الصفاء. ركلة حرة مباشرة عرضية، خروج خاطئ المهاجم اللبناني في صفوف الصفاء. هذه الكرة الأخيرة انتظار راسية والكرة بتلعب، محاولة تصل إلى جمعة بيحاول فيها ولمسة يد. ركلة جزاء لصالح نادي العربي بطاقة حمراء على مدافع. حلال ولا إيوالة؟ وإيوالة في تنفيذ ركلة الجزاء، وإيوالة حلال عليك المدح يا إيوالة، تستاهل المديح يا إيوالة، وحلوة من إيوالة. هدف أول لصالح النادي العربي من نقطة الجزاء عن طريق النيجيري إيوالة في مرمى الحارس علي حلال حارس مرمى نادي الصفاء. والعربي ينجح في تقليص النتيجة منذ بداية الشوط الثاني. هذا الشيء اللي كان مطلوب من النادي العربي، نجح إيوالة في تقليلا ليوسف ماجد اللي قدم مباراة مميزة. والكرة الراسية مرتضى منصوريان يعلن عن هدف ثاني لصالح النادي العربي في لحظة الحديث عن دخول سلمان العوضي. هدف ثاني لصالح العربي في هذه المباراة، واحتجاج من لاعبي نادي الصفاء. زيد قنبر ينجح في تسجيل الهدف الثاني لصالح النادي العربي. هذه الركلة الركنية بتلعب، زيد قنبر يلعبها، الكرة ترتطم وقاسم حايك، وهدف في مرمى نادي الصفاء. هدف ثاني والعربي ينجح في تعديل النتيجة. سلمان العوضي وجه الخير على العرباوية، دخل سلمان ودخلت الكرة الشباك. هدف ثاني لصالح العربي من زيد قنبر، لعبها ارتطمت